اليمن عاجل. العليمي يؤيد رسميا من الرياض خطوات الانتقال نحو الانفصال. تفاصيل خطيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أعلن رشاد العليمي رئيس المجلس القيادي الذي شكلته السعودية كسلطة بديلة بعد الإطاحة بخلفه عبد الرب منصور هادي تأييده لخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من التحالف بقيادة السعودية نحو الانفصال وتقسيم البلاد إلى شمال وجنوب. وقال العليمي في خطابه بمناسبة ذكرى إعادة تحقيق الوحدة بين شطري اليمن والذي ألقاه من مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض إن الجنوبيين اليوم محقون في الالتفاف حول قضيتهم، في إشارة إلى إعادة الانفصال واستعادة الانتقالي المدعوم إماراتيا لدولة الجنوب. العليمي الذي كان ركنا رئيسيا في منظومة علي عبد الله صالح ونال الجنوبيون من ظلمه ما نالوه حين كان وزيرا للداخلية، أكد في خطابه اليوم أن المنادين بالانفصال محقون في مطالبهم وقضيتهم العادلة حسب وصفه، مضيفا أن المنادين بالانفصال قد رأوا كيف انحرف المشروع الوحدوي وأفرغ من مضمونه وقيمه التشاركية بعد حرب صيف عام 1994. كما أشاد العليمي وبارك ما أسماه حوارات ونقاشات الشركاء الجنوبيين التي تجلت مؤخرا، في إشارة إلى اللقاء الذي عقده المجلس الانتقالي بعدن وأسماه الحوار الجنوبي وما صدر عنه من ميثاق جنوبي بالانفصال واستعادة دولة الجنوب، وأيضا ما نتج عن ذلك اللقاء من انضمام 2 من نواب العليمي 7 إلى رئاسة الانتقالي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.